السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ذي الجلال والاكرام. النهارده هنتكلم عن موضوع التفكير الزائد او الاوفر ثينكينج. التفكير الزائد بيخليني مش عايشة حياتي، بيخليني بفكر في كذا وكذا وكذا وحصل ايه ومحصلش ايه وهيحصل ايه، يخليني مش بحس بأي حاجة حلوة حصلت في حياتي. اي حاجة حلوة بقلبها العكس. المفروض ان هي حاجة حلوة، المفروض ان انا بفرح بعيش حياتي كده، انما لا، التفكير الاوفر ثينكينج بقى بيخليني افكر بسلبية. لا، ده ممكن حاجة وحشة تحصل، لا ممكن، طيب لو حصل الحاجة دي يبقى اكيد في حاجة هتحصل قدام، الله اعلم، يعني اكيد هتبقى حاجة وحشة، ده ممكن حد يعمل كذا، ده ممكن فلان يعمل كذا. بفكر في الماضي، بفكر في المستقبل بطريقة وحشة، بفكر في الماضي، ايه اللي حصل، ازاي رديت كده، ما رديتش طيب كده ليه، طب لو كنت قلت كذا، طب لو ما كنتش قلت كذا كان ايه اللي هيحصل. حتى وانا بغسل في الاطباق، حتى وانا بعمل في اي حاجة في حياتي، طب انا اتغلبت على كده ازاي، اتغلبت على كده ازاي، يعني عملت ايه. انا اكيد طبعا مش هقف عند مرحلة في حياتي واعمل حواليها دوامة، اكيد مش هقف عند حتة في حياتي كده وما بصيهاش، لان الاوفر ثينكينج بيخلي الدماغ فعلا واقفه في مرحله معينه، بحس ان الدماغ واقفه، يعني حاطه نفسي في سجن، في اوضه ضلمه مش عارفه اخرج منها. الاوفر ثينكينج بيخليني واقفه في مكاني مش عارفه اتحرك. عملت ايه طيب علشان اتغلب على الاوفر ثينكينج؟ وده طبعا مش انا لوحدي، ده ناس كتير، ممكن 70% من المجتمع بيبقى عندهم اوفر ثينكينج، حتى لو حاجه بسيطه جدا. طب انا اعمل ايه؟ طب طب ما انا افكر مع نفسي، طب ما اسلم نفسي لله، طب ما هي كل حاجة بايد ربنا، طب ما هي ممكن بعد ساعة تحصل حاجة حلوة، ليه انا افكر في الحاجة الوحشة؟ طب ممكن، طب ما اخلي عندي ثقة في ربنا، عندي يقين. ليه يعني اتكلم مع ربنا كده، يا رب انا وكلتك امر الحاجة الوحشة اللي حصلت، باذن الله مش هتحصل حاجة وحشة اكتر من كده، يا رب الحاجة الحلوة اللي حصلت لي انا وكلتها لك يا رب، ما تتقلبش عليا. آه دايما اقرا قران، لدرجه ان انا الحمد لله رب العالمين بدات احفظ في القران الكريم، ودي حاجه فعلا فعلا عملت لي دفعه في حياتي. حوالي يعني لو قلت مثلا، مش هقول دفعه في حياتي، لو انا مثلا مش حياتي اتغيرت 180 درجه، هقول يعني مش حياتي اتغيرت مثلا 150 درجه، لا هقول اتغيرت 180 درجه بسبب قراءة القرآن، وخاصة قراءة القرآن قبل النوم. وإن قراءة القرآن ده معناه برضو في مضمونه تسليم الأمر لله، ولأن أنا بقرأ القرآن بنوايا، أنا ما بقراش القرآن مش بفتح المصحف وأقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأبتدي أقرأ، لا أنا بقرأ القرآن بنوايا كتير قوي. أولهم طبعا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ثانيهم ابتغاء البركة، وخاصة سورة البقرة لأن أنا بقراها كتير، بنية البركة وبنية الرزق الواسع، توسيع الرزق، وبنية إنه القرآن يكون شفيع ليا يوم القيامة، وبنية إن تنوير قبري بعد مماتي بقراءة القرآن وحفظ القرآن. طبعا طالما انت بتحفظ في القرآن ده معناه وبيقعد معاك لغاية لما تموت، معناه انت يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيقولك اقرأ وارتقي ورتل، كل ما تقرأ آية بترتفع درجة في الجنة. تخيل انت كل آية تحفظها بترفعك درجة في الجنة. احنا لازم نعمل لختامنا، لازم نعمل لآخرتنا، مش كل حاجة أبدا نعملها لدنيتنا. طبعا بقرأ القرآن بنية استجابة الدعاء ليا، يعني أنا طبعا مثلا عايزة من ربنا حاجة معينة، عايزة ربنا يحقق لي حاجة معينة، بقرأ القرآن بالنية دي برضو مع النوايا السابقة. بقرأ القرآن بنية تنزل الملائكة، لأن قراءة القرآن معناه إن الملائكة بتتنزل حوالينا وبتبقى زي جلسة سلام كده، سلام نفسي، خاصة لما بتقرأ القرآن بتدبر. وكمان اللاوعي، لما انت بتقرأ القرآن قبل ما تنام اللاوعي بيشتغل على آخر حاجة قرأتها أو عملتها، إنما لو فكرت في حاجة سلبية قبل ما تنام
طبعا برضو اللاوعي بيشتغل على اخر حاجة فكرت فيها او قرأتها او عملتها او يعني فكرت فيها عامة. تمام. انا شخصية عادي بعاني من الاوفر ثينكينج وجلد الذات، بس الحمد لله رب العالمين تغلبت على كده بالحاجات اللي فاتت. وبرضو كل ما احس ان انا فكرت، طبعا انا مش هقول ان انا تغلبت على الاوفر ثينكينج 100% طبعا. ولكن كل ما احس ان انا فكرت في موضوع معين وقت زيادة عن اللزوم، اكتر عن 5 دقايق، بقول لنفسي انا لازم افصل. لو كنت مثلا بغسل اطباق او مثلا بروق او بعمل اي حاجه في بيتي بطبخ، لازم افصل، يعني اخلص اللي في ايدي بسرعه واغير. طبعا انا قلت ان انا لازم لما بقرا قران لازم كل ما مثلا بشتغل في المطبخ لازم اشغل الراديو على اذاعه القران الكريم، وابتدي اقول الاذكار، اذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اوقات بيقين يعني بتفكير، واوقات بغير تفكير يعني بلساني فقط، لغايه لما ابتدي احس برضو ان مثلا لو انا فكرت في موضوع زياده عن اللزوم حصل لي، او فكرت ان حاجه ممكن تحصل لي وفكر طبعا تفكير سلبي، فابتدي برضو ان انا اصلي على النبي بنية ان انا ابعد شيطان يعني، او اصلي على النبي بنية ان انا خلاص انا هدعي دعوة معينة، فاصلي على النبي وادعي، واصلي على النبي وادعي الدعوة، واصلي على النبي وادعي، واخلي كل تفكيري في الدعوة اللي انا في الدعوة او الحاجة اللي انا محتاجاها من ربنا سبحانه وتعالى. وابتدي برضو اقول لنفسي ان الماضي خلاص انتهى، والتفكير فيه ازاي رديت كده وازاي وليه ما رديتش كده والكلام دوت بيتعبني انا نفسيا، فالتفكير في الماضي عامه مش هينفع. بقول لنفسي طبعا الكلام ده. ولو فكرت في حاجه في المستقبل بقول ايه ده، انا بقى ايه الغباء ده، انا بفكر في حاجه في المستقبل ليه؟ طب ما هي كل حاجه بايد ربنا، ما يمكن ربنا يكون كاتب لي حاجه احسن من اللي انا بفكر فيه. ايه ده يا عم، لا, لا لازم افكر بطريقه احلى، وربنا اكيد 100% شايل لي الحاجه الاحسن ليا، حتى لو كانت وحشه هتبقى برضو احسن ليا، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش حاجه وحشه لعباده نهائي. فالتفكير الزايد او الاوفر ثينكينج بيدمرك حرفيا، بيخلي كل حياتك جحيم، لان بمجرد ما الفكره بتيجي وبتسترسل في التفكير في موضوع معين، المشاعر بتبدا بتتحرك تلقائي، سواء مشاعر الغضب او الحزن او الندم، وكلها طبعا مشاعر سلبيه. المشاعر السلبيه دي طبعا بتاخد من وقتك وبتاخد من مجهودك، واكيد بتغير مودك للأسوأ، فده بيعمل اهدار للطاقة. يعني انت لو مثلا ناوي تعمل حاجة معينة، تلاقي التفكير السلبي ده بيخليك لا يهبطك او يثبط من العزيمة. طالما كان عندك شغف وبعد كده مبقاش عندك شغف، خلاص التفكير الفكرة السيئة جت في دماغك، عايز تقعد كده يبقى عندك كده لا مبالاة ومفيش شغف انك تعمل اي حاجة في الدنيا. هنا بقى احنا لازم يكون عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ونكون متأكدين من ان ربنا يعني هيقدر لنا الخير بإذن الله، ويكون عندنا يقين تام في الله عز وجل. هنلاقي مع الوقت ومع الحاجات اللي انا قلتها، يعني واحد يعملها اللي هو عنده الاوفر ثينكينج، يعمل الحاجات اللي انا قلتها عليها قبل كده، تلاقي مع الوقت الحاجات اللي كنت خايف منها مش بتحصل، اللي كنت خايف ان هي تحصل مش بتحصل، بالعكس يعني الدنيا لقيتها تمام ومشيت تمام كده واخر حلاوة يعني. وان انت بعد كده هتعرف ان انت كنت حابس نفسك في سجن، يعتبر سجن الافكار السلبية. طب تعالى اقول لك حاجة، اقول لك حاجة، لو احنا عكسنا كل اللي فات، لو كنت مثلا قلقان من المستقبل وقلت لنفسك والله الامور كلها بايد ربنا وحده، وكل حاجة يجيبها ربنا بإذن الله، بإذن الله أكيد خير، ماشي، ده في حد ذاته حسن ظن بالله، يعني عبادة. حسن الظن بالله يا جماعة عبادة، وربنا قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولو كانت حصلت حاجة وحشة في الماضي وقلت الحمد لله، كان ممكن تكون أصعب من كده. يعني لو حاجة حصلت لنا وحشة في الماضي وإحنا مثلا بنفكر فيها، لا نقول لنفسنا لا الحمد لله، كان ممكن تكون حاجة أصعب من كده وأوحش من كده، يعني في الآخر لعله خير. وطبعا ربنا قال في سورة البقرة
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فرب الله وحده سبحانه وتعالى أعلم بالخير بيكمن فين. ممكن ربنا يبعت لنا حاجة إحنا نظن إن هي وحشة لينا، بس ممكن تكون خير لينا. تمام. ودايما يعني أنا بنصح لو حد مثلا حكالي وقال لي إن أنا بفكر كتير أو عندي اوفر ثينكينج، دايما بقول له ادعي الادعيه دي لنفسك، ادعي لنفسك، ادعوا لنفسكم كتير يا جماعه. ادعي، قول، حتى في الاذكار. يعني ممكن تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قولها وانت حاسس بيها، وانت مستحضر عظمه وعزه وجلال الله سبحانه وتعالى. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. برضو الذكر اللي هو اللهم اني اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك، ده معناه تفويض كل حاجه في حياتك لربنا سبحانه وتعالى. فربنا لما تيجي تفوض له حاجه عمره ما يخذلك، لان هو ربنا سبحانه وتعالى، لان هو مالك الكون مالك كل شيء. هيخذلك ليه؟ ده انت بالنسبه يعني حاجه لا تذكر، بس هو يعني عايزك انت تحتاجه. فانت بالدعاء ده يعني هتحسس، يعني هتقول لربنا سبحانه وتعالى انا محتاجك يا رب. فربنا عمره ما يخذل عبده. دايما نقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.